الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم في لقاء متجدد من برنامج قوارير. أثبتت بعض الدراسات أن النساء هن الأكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب مقارنة بالرجال للأسف الشديد. وأرجعت الدراسات الأسباب للعديد من الأسباب، وأسباب مختلفة، منها متعلق بشخصية المرأة واهتماماتها المختلفة اللي بتختلف عن الرجل، والبعض الآخر متعلق بطبيعتها الفسيولوجية. كمان الدراسات العلمية دي اتكلمت عن ارتفاع نسبة الاكتئاب في السيدات عن الرجال، وده نتيجة لأسباب كتير، منها أسباب عضوية، ومنها تغير الهرمونات اللي بتمر على المرأة ومرورها بالعديد من المراحل زي النفاس وزي فترة الحيض. ولكن عالميا قالوا في الدراسات ان النساء والفتيات هن اكثر عرضة بالاصابة بالقلق بمعدل الضعف مقارنة بالرجال. والحقيقة في ظل بعض النقاشات، والبعض ممكن يكون شايفها يعني بنهزر، بنقول كلام حلو، بنضحك مع بعض، وبيتكلموا عن ان الستات والبنات ما هم الا خزان احزان، ويعني اطلقوا اللقب ده على النساء وعلى الفتيات ان هم على طول بيحزنوا وعلى طول بيبكوا. والحقيقه هو له اسباب، زي ما اتكلمت، له اسباب متعلقه كمان بدراسات واقعيه. نفسيه البنات والنساء دائما بتتاثر من اي شيء واقل شيء وبالاحداث المحيطه بها. ممكن تمر بصدمه معينه الرجل يتخطاها اسرع ما هي تتخطاها بمراحل، وممكن يكون الضعف. النهاردة هنتكلم عن الحالة النفسية والشعورية للنساء والبنات، ويا ترى ليه احنا بيكون عندنا معدل الحزن او الاكتئاب او القلق اكتر من الرجال. والحقيقة يعني زي ما بنقول كده، يا عيني علينا الستات والبنات دائما ما بيشعروا بالمشاعر دي اكتر من الرجال. هنشوف بقى الحل ايه في الموضوع ده مع ضيفتنا الاستاذه حنان بشير، الباحثه في الدراسات الاسلاميه والصحه النفسيه. سلام عليكم يا استاذه حنان، واهلا ومرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكي. اهلا وسهلا. كده احنا الستات والبنات طلعنا يعني طيبين وغلبانين وحالتنا صعبه جدا، وعلى طول يعني عندنا احزان اكتر من الرجاله بالاضعاف. خليني اتكلم مع حضرتك الاول عن ابرز المشاكل النفسيه اللي بتصيب البنات والسيدات دايما بحالة من القلق والحزن وعدم الراحة. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من الاضطرابات النفسية اللي بتكون يعني أكثر عند النساء أو البنات هي القلق، الاكتئاب. بيكون في أيضا يعني اضطرابات في الأكل، وأحيانا أيضا إيذاء النفس. فهذه الأشياء اللي بتكون يعني أغلب الاضطرابات النفسية بتكون عند البنات والنساء. مم. طيب، في لقب يعني بيتقال بشكل من يعني الهزار او الضحك ما بين الناس وبعضهم، بيتكلموا عن ان الستات والبنات هم خزان احزان، حاجة كده كبيرة بيتخزن فيها احزان. ليه دايما يتقال عننا كده؟ وليه ليه فعلا النساء في اوقات كتير بتلاقيهم فعلا مودها مش كويس، مزاجها متضايق، بتعيط وبتبكي من اقل حاجة ممكن الطفل ما يعيطش منها؟ طيب، هو احنا ممكن يعني الاضطرابات النفسية بشكل عام يعني موجودة في الاثنين، لكن في دراسات ربطت ما بين في البداية عند التطور في مرحلة المراهقة أو البلوغ ما بين البنت والولد. فالكلام هو إيش؟ إنه البنات لما تبلغ بيكون عندها الحس، يعني المشاعر مستوى أعلى من الولد. فطيب، إيش الفائدة إن الشيء هذا يكون موجود؟ هذا يعني ترتيبا أو يعني ترتيب لدورها كأم، إنه هي دورها كأم إنها هي حتتعامل مع الصغير والكبير، أعمار مختلفة. غير كده بشكل عام يعني النساء هي الكيرر، يعني هي اللي بتراعي. مثلا يكون في كبير في السن، في مريض، هي اللي بتراعي كل هدول الناس.
بالضبط. فلازم يكون عندها يعني زي ما نقول رادار المشاعر عندها لازم يكون عالي، أساس إنه تنتبه إنه ده تعبان، هذا مريض، هذا ليش تصرفاته اختلفت من أمس أو قبلها. فهذه الأشياء بالعكس هذه مفيدة، لأنها بتدعم دورنا كنساء ودورنا في المجتمع بشكل عام. اهم. لكن تمام. اللي حاصل هو إنه مع هذا الدور، مع هذا المفروض إنها ميزة، المجتمع بيحط يعني فكل ما البنت بتكبر إيش بيحصل؟ هذه طبعا دراسات ما نقول إنها مؤكدة 100%، لكن أشياء إحنا كمان لازم نبدأ يعني يحتاج نحن نبدأ نفكر فيها. إمم. مثلا إنه البنت وهي بتكبر يعني بيكون في تركيز كثير على تصرفاتها، إمم. كلامها، ما إمم. تغلط، لازم تكون مثالية، محطوطة تكون تحت صح المجهر. إمم. تحت المجهر، يعني ما في مجال إنها تغلط أو تقول كلمة كده ولا كده. أو حتى في بنات كمان في بعض الأسر ما بتعيش فعلا طفولتها، لأنه أول ما أوكي هذه بنت لازم تصرفاتها تكون ممنوع ده، وبعض الأهالي بتهول إنه لو عملت أو قالت أيوه. لا طيب الحين هي عملت إمم. هذا الشيء، بعد لما تكون كبيرة لما تكون بنت يعني امرأة إيش حيحصل؟ حتفضحنا إمم. قدام الناس. أيوه. فبيكون في تقييد إنها ما تعيش طفولتها، إنها تحس إنها لازم تكون دائما إمم. تصرفاتها صحيحة ب100%. إمم. مشكلة الشيء هذا إيش؟ إنه إحنا كبشر بشكل عام لما بنعمل الحاجة لا يعني حيكون في يعني مجال إنه أغلط، إني مثلا حكتب حاجة يعني حيكون فيها أغلاط إملائية، الكلام ما صح، حطبخ حاجة، حعمل كيك، إمم. يعني كيك إمم. ما راح تنفع، حضطر أحطها في الزبالة. لكن بالضبط. إمم. لو أنا مركزة إنه هذا الشيء لازم يكون صح ب100%، فأنا إيش بفقد؟ عامل الممارسة اللي إحنا بنحتاجه. وكمان ما في يكون في لا نمو ولا تطور في المهارات، في الأفكار. لأنه أنا لو ما جربت وكنت مستعدة إني أقبل إنه حغلط، إنه إمم. حيكون في حاجات ما راح تمشي صح، آه. فمعنى ذلك إنه ما راح أنمو ولا أتطور، فأكون أنا في حالة قلق. لو عملت ده حيحصل، حيقولوا علي، لو تصرفت أيوه. بطريقتي حيقولوا علي، لو مدري إيش والدتي حتمنعني إني أطلع، أو إنه إمم. حياخذوا الموبايل مني أو إلى آخره. إمم. فأنا أكون في حالة قلق شديدة من أي تصرف ممكن أعمله. إمم. ثانيا التركيز كونها تحت المجهر أيضا، للأسف التركيز بيكون على أي حاجة غلط بتعملها. طيب آه. فين عامل الثقة؟ إحنا ما بالضبط. بنذكر لبناتنا إمم. أو ما شاء الله أنت شاطرة في الشيء هذا، أو أنا انتبهت إنك لما ده حصل أنت عملت الشيء هذا يعني جدا تصرف ممتاز، تصرف جميل. أو إنه لما ده حصل قلتي هذا الكلام، باين إنك صبورة، أو إنك شجاعة، أو إمم. إنك يعني مبدعة. ما بالضبط. في يعني قلة من الناس اللي بتحاول تدعم ثقة البنت بنفسها. ليش؟ لأنه أيضا مركزين على إنها ما تغلط، التركيز على الغلط بدل إنه على الأشياء الأصل الموجودة عندها عشان يبني ثقتها بنفسها. إمم. تمام. فهذا كمان أيضا بيأثر، لأنه ما حاسة إنه هي عندها أي قدرات، هي بس دائما رايحة تغطي على الأشياء اللي ما كويسة في حياتها. والحاجة إمم. يعني جدا صارت كبيرة المرحلة هذه، لأنه كبنات أيضا أحيانا كثيرة بيكون التركيز بس على أنت حلوة، أنت لبسك جميل، أنت يعني أيوه. يكون بالضبط. تركيز على الأمور الظاهرية. إمم. تمام. فهذا في الأسرة، فما بالك إمم. الحين عالم السوشيال ميديا اللي بس خارج. الكلام على إنه إمم. كيف شكلك، كيف طولك، كيف رقصك، يعني أيضا أمور المظاهر فقط. فبالذات البنت في المرحلة اللي احنا فيها، السوشيال ميديا صار يعني عالم مخيف. البنت صار عقلها مبرمج على إنه لو أنا شكلي وتصرفاتي ما بالشكل هذا، لو أنا ما زي هذه. وصار يعني للأسف كثير من البنات صاروا نسخ بعض من بعض، إمم. تصرفات شكلا إلى آخره. لكن هي بدأت تحس إنه أساسا علشان الناس تحبني، عشان إنه يعني أو أنا عشان أنا أستحق الحب والتقدير آه. والاحترام، بالضبط. لازم أكون بهذا الشكل. إمم. عامل الثقة في النفس له دور كبير جدًا في القلق والتوتر والحزن الشديد. لو أنا عندي ثقة في نفسي في حاجات كتير ممكن أنا هاقدر أوقّفها عند حدها. خلّيني أتكلم مع حضرتِك على نقطة الاستمرارية في مشاعر الحزن والاكتئاب والقلق والبكاء
المستمرة عند بعض النساء وبعض الفتيات، سواء بتكون بأسباب واقعية أو ساعات بتكون بأسباب يعني هما بيكونوا مكبرينها شوية. إيه النتائج المترتبة على مدى الاستمرارية في المشاعر دي؟ والمشاعر هذه لما تستمر يعني هي ممكن تكون زي ما قلنا، ممكن شوية قلق، شوية إرهاق، يعني ما قادرة أنام لأنه أحد قال لي هذا الكلام، يعني ممكن مثلا ما راح أصاحبها خلاص، يعني هي قالت علي هذا الشيء أو تصرفت بالطريقة هذه فأنا فهمتها بالطريقة هذه. فكبداية ممكن تكون أشياء ممكن يعني الرجع منها يعني سهل، لكن ممكن تتطور إنه مثلا علاقاتي ما يكون عندي علاقات أصلا، أو إني أصاحب ناس يعني ما يكونوا مناسبين، ما يكونوا ناس يعني صالحين، لأنه هم بيدعموا الحاسيس يعني السلبية اللي عندي. أيوة بيدعموها، بيدعموا بيقولوا المشاعر أيوة السلبية. ايوه فهي قالت عليكي كذا، او ينقلوا لها الكلام، يعني بيكون في يعني هي ممكن تختار البيئه اللي تحس انه لا هي بتقولي عشان هي مثلا عشان تبغى تساندني، لكن في تصرفات معينه المفروض احنا ما نكون يعني في هذه المجتمعات وهذه المجموعات. وبعدين طبعا للاسف ممكن هذا يتطور لانه اضطرابات نفسيه بتكون حاده الى اخره، وهذا اللي ما نبغاه. يعني الانسان يعني سواء مرأة أو رجل بيكون يبغى يكون إنه إنسان فاعل، يكون مفيد منتج لنفسه ولغيره. بالضبط. علاقات هو يكون تأثيره إيجابي على غيره، لكن لما يكون منغمس ويعني غرقان في هذه الأحاسيس والمشاعر لا هو يعني نافع لنفسه ولا نافع لغيره، وتأثيره بيكون سلبي في الحالتين. بالضبط. طيب خلينا نتكلم بقى عن دور الأهل، لأن ده دور مهم جدا. بعض الأهل بيبقوا شايفين إن الأمر ده مزعج جدا وبيعنفوا البنت، يقعدوا يقولوا لها بلاش كل شوية تعيطي وتبكي، يعني التصرف ده مش كويس، ويقعدوا يزعقوا فيها. ولو هي متجوزة يفضل زوجها يقول لها كل شوية تعيطي، كل شوية من أقل كلمة أنا ما بقتش عارف أتعامل معاكي. ده جزء آخر بياخد الموضوع لأ، يعني مراعين مشاعرها زيادة عن اللزوم قوي قوي، ومحدش يلمسها، محدش يكلمها، محدش يدوس لها على طرف يزعلها. خلينا نشوف دور الأهل على الجانب ده وعلى الجانب ده، وإيه الطريقة الصحيحة أصلا إن المحيطين بالبنت أو السيدة اللي عندها مشاعر حساسة قوي وعلى طول بتقلق وبتحزن يتعاملوا معاها إزاي؟ هو طبعا يعني بيعتمد على هو نوعية مين هذا الشخص، ما قلت ما بين أب وأم ولا زوج ولا زميلة في العمل إلى آخره. لكن البداية إنه إحنا كلنا نفهم إنه الشعور يعني سواء هو عبارة عن حاجة أنا مفكرة إن هي قالت كذا أو عملت كذا عشان كذا أنا زعلت، ولا فعلا أذتني ويعني وأساءت لي عشان كذا أنا زعلانة كذا، ولا كذا المشاعر اللي عندي والأحاسيس هي حقيقية، أنا فعلا زعلانة أو مكتئبة أو حزينة، المشاعر حقيقية. الكلام إيش هو التصرف اللي يتبعه. فالحين أنا لأنه أنا زعلانة فهل لي الحق أن أروح أعصب، إني أرمي، إني أسب، إني أذي أحد تاني؟ هذا هو السؤال. فكل الحالات هل يعني هي زعلانة حزينة نتفهم الشيء هذا، أو باين إنه أنت يعني مزاجك ما كويس اليوم، إيش حصل؟ كذا كذا كذا. طيب وبعدين يعني ممكن تحتاج هي مساحة لوحدها، أو في ناس يحتاجوا يتكلموا مع أحد، مش لازم يكون يعني معالج نفسي. ممكن إذا هذا بالذات إذا تأثيره صار مرة صعب على حياتها وعلى حياة غيرها، هذا ممكن حاجة يحتاجوا يعملوها. لكن يعني في نقطة إنه أحيانا الإنسان بس يحتاج أحد يسمع له، بس يسمع له، ما يدي حلول، ما يدي اعمل وما تعمل، ما أنت اللي غلطانة، ما لو ما كنتي عملتي كذا خلاص يعني مسألة ربت. هي بس محتاجة مساحة إنه اسمعني بس، يعني خليني أفضفض بالعامية، أفضفض وأنت اسمعني أو أنت اسمعيني، ولا تلومني ولا تعاتبني ولا تقولي تعملي كذا أو لا، اسمعني وخلاص. صحيح. فهذه نقطة مهمة، لأنه الحاجة اللي موجودة جوانا الواحد الثاني ما يقدر يفهمها، بالذات إذا هو بدأ يعني زي ما قلت ينزعج
ما أنت الحين زعلتي، ما أنت منها كذا حصل. فهذه نقطة مهمة جدا في تعاملنا مع الآخر، إنه إحنا نكون موجودين وما نبدأ زي ما يقول إيش، إحنا يعني نبدأ نتضايق. الحين أنا تعبت، الحين أنا ما أبغى. لا، إذا أنا فعلا أبغى أساعد وأساند، لازم يكون عندي استعداد إني أجلس واستمع، ويكون قلبي مع الشخص هذا، ما أكون في عقلي طيب متى نخلص من الموضوع ده، ما كيف نحل الموضوع ده، لأنه هذا بالظبط. الإنسان حيحس، او هي يخليها تيجي حتحس تتكلم احكي، وابقى مثلا ماسكه التليفون وعماله ابص فيه ومش منتبهه، وتحس ان هي كانها قاعده مع نفسها. صحيح. فهذه طبعا هذا يحتاج له أيضا مساحة للشخص الثاني. ترى هذه نقطة كمان بننساها، إنه يمكن أنا مثلا أنا متضايقة من صاحبتي أو أختي أو إلى آخره، وطيب أنا قلت سمعت هذا الكلام، طيب خلاص أقول لها إيش فيكي، طيب كلميني أنا أبغى أسمع لك. لكن إذا أنا مش قادرة أتعامل مع مشاعري أصلا، وما عندي ما مجلس أنا مع مشاعري لوحدي، ممكن ألاقي إن هي قاعد تحكي لي بلاقيها صعبة، وأبدأ أبغى أحل الموضوع وألفه بسرعة. فهذا كمان بيخلينا إحنا يعني كأفراد أسرة، كأصدقاء يعني إلى آخره، كمان نبدأ نفكر إنه هل نحن صادقين مع مشاعرنا؟ هل إحنا بندي المساحة لمشاعرنا أنها تكون موجودة، إن إحنا نحس بيها، ولا بنضغط عليها ونتخلص منها ونبغى أي شخص تاني حوالينا يتصرف بالطريقة هذه؟ هل ممكن من نطلب الحاجات الدعم الثانية، لو احنا ما قدرناش يعني نطلع من ال يعني الدايرة دي، او اللي حوالينا يساعدونا؟ ممكن نطلب الدعم من مختص نفسي، نقول له احنا عندنا الحزن عالي، القلق، التوتر، علشان يساعدنا، ولا الامر مش محتاج؟ لا، هو جدا مفيد إنه نحن نطلب الدعم من مختص، خاصة إذا بدأ يأثر على حياتنا بشكل عام. فهو يعني مع المختص في أشياء مثلا زي ما قلنا، إن إحنا نتكلم مع شخص نأمنه وفعلا يكون موجود بالنسبة لنا. في أشياء مثلا إبداعية ممكن نعملها، مثلا ممكن نكتب أفكارنا وخواطرنا، يكون عندنا دفتر، والحين موجود الدايريز موجودة في الأبس والكلام هذا. هل أشياء إحنا مثلا، هل عندنا هوايات نبدأ ننفس بها عن أنفسنا؟ ممكن يكون قراءة، ممكن يكون رسم، ممكن يكون خياطة، ممكن رياضة. يعني في أشياء إحنا أشياء نعملها نقدر ننفس بها عن هذه المشاعر، ما تكون كلها جوا، لأنه هذا يعني مثلا الغضب من المشاعر اللي بتكون على برا، أو تطلع بالكلام بالتصرفات إلى آخره، لكن على بتطلع على برا. الحزن والاكتئاب هذه مشاعر على جوا. فلو إحنا نبدأ ننفس عن هذه الأمور بطريقة عادية، يكون عندنا روتين، يعني حياتنا العادية بيكون فيها لقاء مع الأصدقاء، ناس نأمنهم يعني ويقدر وينصحونا ونحن يعني نطمن لهم، بيكون عندنا رياضة، أكل صحي، نوم. حكاية إنه إحنا نمسك الموبايلات ولا هذه التابلت والكلام هذا ونقعد لحد الساعة 2 الصباح، وبعدين نتوقع إن إحنا لما نقوم اليوم اللي بعده حنكون يعني صاحيين ومركزين. يعني هذه لا فكرة خالص، يعني بالعكس، ما ده تمشي. هي سبب من الأسباب الكبيرة جدا لإحساس الإنسان بالتوتر والقلق، ويكونوا بيتفرج، يعني آخر حاجة هو اتفرج عليها، سواء كانت بقى حاجة كويسة حاجة محزنة، دي بتبقى مأثرة فيه جدا لما بيجي يصحى تاني يوم الصبح. طيب، لو احنا بيتفرج علينا كتير من الستات والبنات دلوقتي من خلال برنامج قوارير، عندهم مشكلة في انه مشاعرهم حساسة جدا، بيتأثروا من اي كلمة، ممكن يبكوا بسبب اي موقف ممكن يتعرضوا له، سواء يستحق او لا، تنصحيهم بايه؟ أنصح في حاجة اسمها التنظيم العاطفي emotional regulation. فيعني يا ريت نحاول نحن نقرأ في الشيء هذا. فهذا عبارة عن يعني استراتيجيات الشخص يستخدمها لإدارة العاطفة، مش إنه يكبتها. الكبت يعني ما مفيد، لأنه كده كده حتطلع زي البركان، لكن إنه كيف يدير هذه الأحاسيس والمشاعر، ويبدأ يعني في أشياء ممكن يتكيف معها، في أشياء يغيرها. فإيش فتبدأ ب إيش المشاعر اللي عندي أولا، يعني أني أسميها، ما أني أقول إن أنا مودي ما كويس، أنا كده حاسة إني مش مبسوطة، يعني كيف يعني بالضبط. فإحنا نسميها، هل أنا في حالة غضب، هل أنا في حالة
يعني حزن، هل أنا في حالة اكتئاب، هل يعني إيش الإحساس اللي عندي. وممكن كمان يكون إنه مش لازم بس لما يكون عندي مشاعر صعبة، ممكن يكون مثلا أنا الحين أنا حاسة إني في حالة تفاجؤ، إن أنا سعيدة الحين، أنا قاعدة يعني فضول، عندي فضول معين إني أبدأ أسمي هذا الإحساس، لأنه لما بسميه بحطه في دائرة، بدل ما يكون زي الضباب مغطي علي بحطه في دائرة معينة. طيب هذا هو الإحساس، كيف أنا أتعامل معه؟ لأنه لما أسميه أيضا بفصله عن نفسي، ما أكون أنا مكتئبة، لا أنا بمر بحالة اكتئاب، ما أكون أنا حزينة، أنا بمر بحالة حزن، لأنه ما حياتنا كلها أحزان زي ما حياتنا ما كلها سعادة. بالظبط. فلما نفصل، يعني لما يكون عندي إني أديها اسم كأنها تكون حاجة معينة أقدر أتعامل معها، بدل ما تكون عبارة عن إني وأنا كلي داخلة في هذه الأحاسيس ومش عارفة أتصرف. ثانيا أبدأ يعني أفهم هل هذا الشيء، هذا مثلا إحساس أو اللي عندي يعني تفسيره صحيح، تفسيره مبالغ فيه. هذه الحاجة اللي أنا أبدأ أتعامل معها. وطبعا زي ما قلنا مثلا الكتابة بتساعد، إنه أبدأ أكتب مثلا أنا حاسة كذا 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 لأنه كذا كذا إلى آخره، أي أفكار تانية، لأنه ممكن أحيانا أكتشف إنه الإحساس اللي عندي ما له علاقة بإنه مثلا أنا عملت كيك مثلا وفلانة ما عجبها، ممكن يكون لأنه حاجة تانية حصلت قبل 2-3 بس أنا ما نفست عنها، وهذا كان السبب اللي أنا زعلت منه. دي كانت القشة اللي خلتني أفتكر. صحيح. فهذا يعني كان تصرف يعني أو رد فعل مبالغ فيه، بس مش لأنه أنا ردة فعلي مش مربوطة بالشيء هذا، كان حاجة كبيرة حصلت وأنا ما تعاملت معها بشكل مناسب. فتنظيم العاطفي هو عبارة عن مهارة، لأنه أحيانا إحنا بنكون مرة داخلين في الإحساس والمشاعر بحيث إنه ما نكون مركزين، لكن لما أبدأ إنه أنا أقول لا، المرة اللي فاتت حصل كذا وما كان عندي مجال، يعني ما كنت زعلانة وما قدرت أخذ فرصة إني أستوعب إيش اللي كنت بمر فيه. طيب على الأقل إيش أعمل؟ أبدأ أفكر باللي كان، طيب كنت كذا، حسيت بهذا الشيء، إيش كان علاقة هذا الإحساس بالموقف اللي حصل، وبعدها طيب المرة الجاية إذا حصلت حاجة زي هذه كيف أقدر أتعامل معها بطريقة أفضل. هذا واحد. ثانيا زي ما قلت الدعائم الثانية اللي هي الصداقات، الهوايات، الرياضة، الأكل الصحي إلى آخره، هذه بتخلي ردات الفعل ما بتكون بهذه القوة. ليش؟ لأنه عندي أشياء أخرى أيضا بتساعدني إني أنفس أو إني يعني أعبر عن هذه المشاعر بطريقة صحية، دون حتى إني ما أقول إن أنا زعلانة، بس إني كوني إني جالسة مثلا قاعدة أرسم أو إني أعمل حاجة يدوية بعمل تفريغ للمشاعر بتاعتي. نعم، فأنا مش لازم إني أحددها، لكن كوني قاعدة عندي أمور أخرى أيضا حتى يعني إحنا كمان بنوصلها الثقة بالنفس، إنه أنا أقدر أعمل هذه الأمور، إن أنا عندي صداقات، إنه في ناس بتحبني، إنه أنا يعني وأتذكر أيضا إنه في مراحل يعني أوقات كثيرة كنت فيها سعيدة، كنت فيها يعني عندي رضا بنفسي، عندي رضا بحياتي. فهذه كلها أمور بتذكرني إنه أساس إنه لو مريت بمرحلة حزن أو مرحلة غضب إلى آخره، عبارة عن مرحلة وحتمر. بالظبط. وافتكر مراحل تانية سعيدة مرت عليا، وأكيد زي ما حضرتك قلتي حياتنا مش كلها أحزان ولا كلها أفراح. أنا بشكر حضرتك في النهاية الأستاذة حنان بشير، الباحثة في الدراسات الإسلامية والصحة النفسية، على وجودك معانا، شرفتينا ونورتينا، وندعو الله سبحانه وتعالى بالطمأنينة والسكينة والهدوء النفسي لكل نساء وبنات الأمة الإسلامية كلها، وألا بذكر الله تطمئن القلوب. وخلينا حريصين على وجودنا في تجمعات صالحة، نكون في صحبة صالحة داعمة لينا، إن هي لما نكون في مشكلة أو في أزمة هي تسمعنا، ويا ريت نحط الأمور في نصابها الصحيح، لا نزودها عن حدها ولا نقلل من شأنها، وإن شاء الله كل الأمور تعدي بأمر الله. انتهت حلقة قوارير اليوم، وإلى أن نلقاكم نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.